يا ريت لو تتكلم عن الفرص في مجال الديف اوبس لاي حد بيعمل شيفت كارير. موجوده الفرص، موجوده الفرص موجوده للشخص الشاطر المجتهد موجوده في كل حته. اه شيفت كارير، ما انا قلت قبل كده يا جماعه، احنا عندنا في الشركه، عندنا في ناس كانت طباخين، طباخ صورته، يعني انزل لكم صورته طبعا عشان بس برايفسي، كنت نزلت لكم صورته وهو متصور كده بالزعبوط بتاع الطبخ، تمام، وان هو كان شيف يعني، وبيفتخر ان هو كان طباخ وبعدين عمل شيفت كارير وبقى ديف اوبس انجينير. احنا عندنا حاجه اسمها تكنيكال اكاديمي في الشركه، الناس بتدخلها وبعد كده بتقدر تخش تجوين من تحت. خلاص. الناس اللي سالتني قبل كده طب احنا ممكن عايزين نخش، يا جماعه دي للناس البريطانيين اللي موجودين في بريطانيا. تمام. ليه؟ دي قصه كبيره قوي، وتاني خليني احكيها لكم. نتيجه ان السوق ما فيهوش العماله الكافيه، كل تاني السوق متعطش للعماله الكفء، للعماله الشاطره. تمام. العماله الشاطره دي مش لازم اللي هو عقله بيشتغل صح. فالشركه عندنا تبنت فكره انها تعمل حاجه اسمها تكنيكال اكاديمي. انها تعمل ايه؟ ودي استراتيجي اساسا، اللي هو احنا هنعمل التكنيكال اكاديمي دي يخش فيها الناس اللي عايزه تعمل شيفت كارير. بيخش فيها، انا مش فاكر الدفعه كام، 300 400، بيطلع من الدفعه دي بنعمل لهم انترفيو ويجوينوا 6 شهور بيشهدوا. يعني ايه شهدوا؟ يعني بيشتغل مع حد يوم بيوم. فاحنا سي مثلا 400 500 واحد بناخد منهم احسن، عارف الكريمه بتاعتهم، احسن 5، احسن 10 حسب بقى، واخدينهم كده، مش طبعا انترفيوهات بقى وناخدهم، وبعدين ناخدهم نحطهم 6 شهور بمرتب صغير مع انجينير بجد. وبعد ال6 شهور دول نعمل لهم ايفالويشن، هنشوف هيكملوا ولا ما يكملوش. فدي طريقه استراتيجي تبنتها الشركه عندنا عشان في ازمه في الريسورس. تمام. فالكارير شيفت والفرص موجوده كتير جدا. بقول لك طباخ اللي كان شغال في بار، اللي كان مش عارف ايه، وشغالين يا جدعان. في ناس بتفتخر ان هي ما دخلتش جامعه اصلا وشغاله في المجال. ده مش معناه ان انا بقول لك ما تدخلش جامعه، انا بس بالعكس. تمام. انا بس بفهمك ان المجال مفتوح لو انت ماشي صح وبتعمل اللي عليك وبتبذل المجهود. اوكي.